بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة معجنات. هنعمل المولتو الجميل اللي قدامكم ده بطريقة سهلة وبسيطة. عجينة واحدة هنعمل منها المولتو او الكرواسون اللي بالشوكولاتة، وهنعمل الباتيه بالجبنة هش وجميل حلو جدا وموفر واقتصادي زي ما احنا متعودين مع بعض. اول حاجة معايا هجيب كوبايتين من الحليب الدافي. هندفي بس كده اللبن الحليب، وهننزل بيهم وهنحط عليهم 4 معالق من السكر، وهنحط يعني معلقة كبيرة من الخميرة، لأن الجو برد وعايزين حاجة تنشط العجين بسرعة. فمعلقة كبيرة من الخميرة أو ظرف كامل من الخميرة، لو انت واثقة من الخميرة بتاعتك وعارفة ان هي يعني كويسة ومجرباها قبل كده، خلاص حطيها على طول. وحطينا بيضة، وحطينا معلقتين كبار من الزيت، ورشة ملح صغيرة. هنقلب الحاجات السايلة، المكونات السايلة ديت هنقلبها مع بعض لغاية بس ما ندوب السكر، ونفك البيضة طبعا بدرجة حرارة المطبخ. وزي ما قلنا اللبن دافي مش سخن، لان لو هو سخن هيبوظ طبعا الخميرة، مش هيخلي الخميرة تتفاعل وتخمر في العجين. لا، نخليه بس دافي. كده خلاص انا دوبت العجينة. انا هنزل بكيلو من الدقيق، انا ده كيلو دقيق. بصي، هسيب منه، يعني انا هحوش من الكيلو الدقيق ده يعني نص كوباية، لان انا مش عارفة الدقيق نوعه بيشرب سوائل ولا لأ. فمش هحط الكيلو كله، يعني هسيب منه مقدار نص كوباية. لو احتجتهم هحطهم، لكن لو لقيت ان العجينه استكفت، شربت السوائل كده اللي فيها وخلاص، واستكفت بالدقيق ده، خلاص مش هحطها. يعني نص كوبايه الدقيق ديت انا حطاها سايباها احتياطي، لو احتجتها اخدها. تمام خلاص كده. مش هينفع اشتغل بالمضرب، هعجن بقى بايدي. اعجني كويس قوي. العجينه دي عايزاكي تخدميها كويس، يعني اخدمي العجينة كويس علشان تطلع معاكي عجينة طرية بس مش بتلزق. هتفضلي تعجني فيها، بصي مش اقل من 10 دقايق، يعني اقل حاجة هتعجنيها 10 دقايق. لو عندك العجان حطيها، يعني انت لو عايزة تحطيها في العجان هيسهل عليكي، وبعدين هيخليها تعمل معاكي عرق وتمط كده وتشد، هتبقى حلوة جدا. طيب ما عندكيش العجان، اعملي زي ما انا بعجن كده بايديكي، وافضلي اعجني ولتي فيها، اعجني ولتي لتي زي ما انت عايزة. طيب انا عجنتها اهو، دي كده احنا عجناها 3/4 عجنة، يعني لسه هنعجن فيها تاني. دي معلقتين سمنة، انا مسيحاهم لان الجو برد جدا، فهي كانت يعني متجمده قوي. فانا يا دوبك يا دوبك بس كده تسييح بسيط على البوتاجاز، يعني هي مش سخنه. زي ما اتفقنا احنا مش هينفع نحط اي حاجه سخنه علشان الخميره. هي بس يا دوبك فكت على البوتاجاز. عايزه تحطي زبده حطي زبده، طبعا هتبقى احلى، بس انا حطيت سمنه علشان انا عايزه اعمل كل حاجه تكون في متناول ايدينا كلنا. يعني انت عندك زبدة، عندك امكانية ان انت تحطي عليها زبدة، تمام حطي. ما عندكيش خلاص مش هنقف، وهنعمل اللي احنا عايزينه بسمنة عادي، مفيش اي مشكلة. عجنتها كويس قوي، عجنتها خالص جدا 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 بعد ما حطيت السمنة، وهحطها في مكان دافي تخمر. خدت حوالي ساعة ونص ساعتين، لان الجو برد جدا عندنا. خدت حوالي من ساعة ونص لساعتين، وخمرت زي ما انت شفتي. العجين نعرف ازاي ان هو خمر ونجح في الخمر، بتلاقيه ملى الحاجة اللي انت عاملة فيها، يعني ملى البولة او البلاستيكية اللي انت حاطة فيها، بيملاها. وفي نفس الوقت لما بتحطي ايدك فيه او صباعك فيه ما بيرجعش تاني. خدت نص العجينة، أنا قسمت العجينة نصين. هعمل نصها بالشوكولاتة مولتو أو كرواسون، والنص التاني هسيبه علشان هبقى أعمله بالجبنة. فردتها افرديها خالص على قد ما تقدري، خليها رفيعة جدا، خليها رفيعة قوي، علشان هتعمليها هتلفيها اكتر من مرة على بعض، هتعمل لك رقات كتير وتبقى هشة كده، وتبقى زي اللي انت بتجيبيها من الافران.
أنا قطّعتها بالنُص يعني 4/4 وبعدين كل رُبع هاقطّعه بقى مثلثات على 3، عايزة تعمليه على 4، عايزة تعمليه على 2، أنتِ وراحتِك، عايزة تكبّريها تصغّريها، الحجم ده بتاعِك أنتِ. أنا هاعملها كل مثلثات هي دي يعني تقريبًا كده متوسطة، هي مش كبيرة أوي ومش صغيرة أوي، بس الحجم بتاعها حلو زي ما أنتِ شُفتيه في أول الفيديو الحجم بتاعها كويس، عايزة تكبّريه تعملي كل رُبع فيهم على 2 ما فيش مشكلة، عايزة تخلّيها على 4 وتبقى أصغر من كده، برضه الشكل والحجم بيرجع لِك أنتِ. إحنا هنحشيها النهارده دي نوتيلا موفّرة، النوتيلا المنزلية اللي إحنا بنعملها في البيت، أنا مش ما اشتريتش النوتيلا من برّه ولا هاجيب أي حاجة من برّه ولا هاكتّر عليكِ التكاليف ولا المكونات بتاعتها، هنعمل أحلى مولتو وأحلى كرواسون في البيت من غير أي تكاليف ومن غير ما يعني من غير ما أجهدِك ماديًا، هنعمل من غير ما نجهد نفسنا. أدينا عملت أول واحدة أهو، عايزة أقول لِك اللي هي أنا كنت كتير لمّا باجي أشوف وصفات وعايزة أعملها أو الولاد نِفْسهم فيها، لمّا كنت ألاقي فيها مثلًا اللي بيقدّمها يقول لي هنجيب نوتيلا وهنعمل مش عارف بإيه والمكونات إيه، كنت باقلب على الوصفة أو ما باعملهاش أو باطنّش أو أروح أشتريه جاهز وأريّح دماغي. فلقيت إن أنا ممكن أعمل بدايل، أنا عملت الشوكولاتة دي معاكم قبل كده وإحنا بنعمل الكيكة بتاعة الشوكولاتة اللي حابب يروح يشوفها، بس أنا برضه دلوقتي هاقول لِك على الطريقة، هتجيبي نُص كوباية سكر، ونُص كوباية لبن، ونُص كوباية زيت، ومعلقتين من الكاكاو الخام، وبتضربيهم في الخلاط، تفضلي تضربي فيها في الخلاط بتتقل معاكِ وبتدّيكِ القوام التقيل جدًا بتاع النوتيلا اللي أنتِ بتجيبيها من برّه بالضبط، وعايزة أقول لِك طعمها بيبقى حلو والله بجد طعمها حلو، بتعملي بيها الكيك، بتعملي بيها المولتو، بتعملي بيها أي حاجة برضه يعني هي موفّرة. بتحطيها على أي حاجة محتاجة فيها شوكولاتة، تقّليها براحتك، تخفّفيها براحتك، ده اللي يعني أنتِ هتقدري تتحكمي فيها في القوام بتاعها زي ما أنتِ عايزة. أنا خدت النُص التاني أهو، والنُص التاني ده كان أكبر من النُص بتاع اللي إحنا عملناه بالشوكولاتة، أنا خلّيت الجزء بتاع الجبنة يكون أكبر شوية. هنقطّعها، قطّعيها زي ما أنتِ عايزة، برضه زي ما أنتِ حابة الحجم اللي يناسبِك وعلى حسب ما أنتِ بتحبّي الحاجة صغيّرة، بتحبّيها كبيرة، زي ما أنتِ عايزة. إحنا بنعمل الحاجة في البيت علشان نوفّر، مش علشان نعمل حاجات بتكاليف وغالية ونفكّر إن إحنا بنعمل حاجة في البيت، لأ، إحنا بنعمل علشان نوفّر وعلشان تبقى حاجة نضيفة، إحنا ضامنين إن إحنا بنعمل حاجة نضيفة، ضامنين إن إحنا كل المكونات شايفين إحنا بنحُط إيه، حاجات صحّية، ما باحُطّش أي مواد حافظة، يعني منها نضافة ومنها صحة ومنها توفير، وأنتم عارفين إحنا من ساعة ما فتحنا القناة وإحنا كل اللي إحنا بنعمله كل الوصفات بتاعتنا بنحاول إن إحنا نعمل حاجات موفّرة، الظروف بتاعة كل واحد سواء غني أو فقير الأيام دي الكل تعبان والكل بيشتكي من زيادة الأسعار وزيادة المصاريف وكل الحاجات دي، فإحنا بنحاول نمشّي الدنيا ونعمل كل اللي إحنا عايزينه بأقل الإمكانيات. أديني دلوقتي خلّصت المولتو بالشوكولاتة وعملناه بالشوكولاتة الموفّرة زي ما قُلنا، هنعمل الباتيه وهنعمله برضه بالجبنة بُصّي، عندِك جبنة فيتا حُطّي، عندِك جبنة اسطنبولي تمشي، عندِك جبنة قديمة تمام، أي نوع جبنة عايزة تحشي بيها احشيها. ممكن لو أنتِ عايزة تعمليها يعني حاجة للغدا مثلًا وعايزة تعملي العجينة دي على فكرة تمشي أي حاجة، يعني أنتِ ت ت تقدري تعملي بيها أي حاجة، يعني لو عندِك لحمة معصّجة وعايزة تحشي منها كام واحدة كده وتمشّي بيها غدا أو حتى عشا، هتبقى حلوة جدًا، بس أنا هاحشيها معاكم النهارده جبنة، هاحشي كام واحدة جبنة فيتا وهاحشي كام واحدة جبنة اسطنبولي، لإن في اللي بيحب كده وفي اللي بيحب كده، فإحنا هنرضي كل الأذواق وهنعمل لهم اللي هم عايزينه. فردت العجينة أهي، خدت واحدة من العجينة اللي إحنا كنا عاملينها وفردتها على الرخامة. عايزة أقول لِك العجينة طرية، حلوة جدًا، سهلة جدًا في التشكيل، ما بتاخدش معاكِ وقت ومش هتتعبِك وأنتِ بتفرديها. الصينية اللي أنتِ هتحطي فيها لازم بتكوني دهناها دهنة زيت، مسحة زيت بسيطة. هاعمل معاكِ واحدة تانية أهو، بتتفرد معاكِ بكل سهولة. عندِك نشّابة هتقدري تفردي بيها، ما عندكيش هتفردي بإيديكِ وهتبقى زي العسل. يعني ما فيش مشكلة في فردانها لإن هي طرية،
طريقة وسهلة جدًا معاكِ في الفرد. هافردها أهو وهاحط عليها الجبنة، وهالفّها برضه زي ما لفّيت اللي هي الأولانية اللي إحنا عملناها مع بعض. الحجم اللي يناسبِك، عايزة تخلّيها أعرض من كده خلّيها، عايزة يعني براحتك، زي ما أنتِ عايزة اعمليها، وبرضه في صينية مدهونة زيت وهنرُص الباقي، وتخلّي بينهم وبين بعض مسافة، علشان لمّا يخمر يبقى واخد راحته في الخُمر وما يلزّقش في بعضه، وهو برضه حتى يعني إحنا حتى كنا سايبين في بينه وبين بعضه مسافات وبرضه لزّق في بعضه، بس مش مشكلة بيطلع حلو وبتسيبي مساحة ياخد راحته كده وهو بيخمر. دي كانت بنتي عايزاني أعمل لها واحدة يكون ليها أشكال كده، قُلت لها ماشي، فقالت لي اعمليها يعني عملتها كده قطّعتها بالسكينة شرايح كده صغيّرة زي البريوش يعني مثلًا، وهاحشيها برضه جبنة هي زي الباتيه بس هو كشكل يعني إيه اسمه بريوش، هنبقى نعمله لوحده كده مع بعض هو وطاقية السلطان إن شاء الله في فيديو تاني، وهنعملها بكل بساطة وهتبقى العجينة سهلة، وهتعمليها وهتبسطي الكل إن شاء الله. هي طلعت بصراحة كان شكلها حلو، والطريقة مش صعبة زي الباتيه يعني فردناها عادي زي الباتيه وقطّعتها بالسكينة ولمّيتها، بس أنا كنت مستعجلة وعايزة أخلّص بسرعة، لإن الجو برد والعجين لسه عايز وقت تاني علشان يخمر، فأنا ما عملتش منها يعني واحدتين 3 وما يعني خلّصت بسرعة، كمّلت الباقي على باتيه. آدي المولتو أهو بعد ما خمر، إحنا سِبناه يخمر شوية برضه كمان في مكان دافي، غطّيت عليه وسِبته لمّا خمر يعني بُصّي حلو جدًا، عِلي وكِبِر، أنا عشان كده باقول لِك كنتِ تسيبي مسافات ما بينه وما بين بعضه، أهو هادخّله الفرن علشان نسوّيه، باولّع الفرن من تحت ومن فوق علشان ياخد وِش، وهتشوفيه معايا لمّا هيطلع إن شاء الله. لأ استني، أول حاجة نسيت أقول لِك إن إحنا هندهنه قبل ما ندخّله الفرن، جيبي شوية لبن صغيّرين، يعني ربع كوباية لبن دافي برضه، وهتحطّي عليه معلقة كبيرة زيت، يبقى ربع كوباية لبن وعليه معلقة كبيرة زيت علشان تدهني وشه. ممكن تحطي لبن وتحطي عليه ربع معلقة من النسكافيه اللي هو سريع الذوبان وتقلبيه فيه لو انت عايزة لونه يحمر، بس انا اللون طلع معايا جميل زي ما انت شايفة هو احمر وكان حلو جدا، استوى ومن فوق ومن تحت اللون بتاعه حلو جدًا، لونه دهبي، لو عايزة تفتحيه عن كده براحتك بيرجع لِك أنتِ، هافتح لِك بُصّي الشوكولاتة باينة أهي من الجنب، هافتح واحدة أهي شوكولاتة موفّرة، عايزة أقول لِك إن هو بُصّي الشوكولاتة اللي إحنا حطيناها كانت لغاية يعني لطرف بتاع المولتو لغاية الطرف كان فيه شوكولاتة. وكانت طعمها حلو جدًا، هشة وجميلة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا ريت لو أنتم مشتركين في القناة تعلقوا لي لو استفدتوا من الفيديو، ولو أنتم مش مشتركين اضغطوا على زر الاشتراك، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.